الاهلي ينتصر على الزمالك في القمه. ماتش كان وان سايد جيم للاسف للاهلي. الاهلي قدم اداء احسن من الزمالك بكتير، استحق الفوز بصراحه، ولكن الزمالك ضيع. كل ده هنتكلم عليه في حلقه النهارده. مش هنفوش في الجول. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدا. الاهلي بعماد النحاس انتصر على الزمالك. يانيك فيريرا، يانيك فيريرا بجد اللي هو يعني من اسوأ المدربين اللي أنا شفتهم في الزمالك اخر 10 سنين. يعني بجد مدرب انا ما شفتش سوء كده بصراحه. مدرب تقريبا اخطاء كل ماتش احنا بنكررها وما بنستفادش اي جديد. يعني احنا بنعمل غلطه كل ماتش وبنتوقع نتائج مختلفه وما بتحصلش النتائج المختلفه، لا بتاخد نفس النتائج الزباله. هو بتتعادل يا بتخسر. حصلت ماتش واد دجله، حصلت ماتش الجونه، حصلت ماتش الاهلي، ونفس الماتشات دي جاي منها جون بنفس الطريقه. الجاب اللي بينها حسام عبد المجيد وحسام ومحمود بن تايك جاب باين، والناس بتستغل النقطه دي وانت ولا هنا. انا نفسي اعرف المدرب ده بيعمل ايه. انت الجاب ده هو اللي سبب في ضربه الجزاء وهو اللي سبب في الجون الاولاني. انت ليه عملت كده؟ انت بدات الماتش كويس، ضيعت كوره من عدي الدباغ، ضيعت كوره من ناصر مان، ما فضلتش ضاغط، لا انت رجعت لورا لحد ما كوره طوليه من اللي انت قعدت تلعبهم طول الماتش اتلعبت، رحت لعدي الدباغ خدت بينالتي. الحمد لله جت، الدنيا كانت ماشيه في الاول. انت خلاص كل الظروف بتهالك في الماتش المفروض تستغلها، لا انت ما عرفتش تستغل ظروفك. انت امبارح انت خسرت الماتش ده وانت اللي خسرته بمزاجك. انت الاهلي بكل الهيصه اللي عاملينها دي الاهلي ما كانش كويس، الاهلي كان عادي واقل من العادي. وانت لو ما كنتش جايبين على الاهلي اقسم بالله كنت هتكسب ماتش زي ده. ان الاهلي مش فريق حلو، الاهلي مش فريق كويس دلوقتي خالص. وكنت زود من اللي عند مشاكل الاهلي. الماتش ده كان هيعمل مشاكل كبيره في الاهلي وانت ما استغلتش ده، عشان انت معاك مدرب جمان، مدرب عبيط بيعمل كل حاجه غلط كل ماتش وبيتوقع نتائج تانية. وانت لو ما غيرتش المدرب دلوقتي فانت بتستسلم للدوري. اقسم بالله الزمالك معاه لعيبه كويسه والزمالك معاه سكواد يقدر ينافس على الدوري. ناس مستقله بسكواد الزمالك ولكن سكواد الزمالك كويس، ناقصه كام مركز ولكن سكواد الزمالك كويس. كل يوم متخانقين مع لعيب، متخانق مع شيكو بنزا، متخانق مع الجزيري، وانت استبعدت شيكو بنزا في ماتش زي الاهلي عشان اتخانقت معاه ليه؟ هو اي هبل؟ يعني انت بتلعب بادم كاد ومستبعد شيكو بنزا عشان اتخانقت معاه؟ ايه الهبل ده؟ احنا قاعدين فيه، قاعدين في مدرسه ولا نادي كوره؟ لا ده هبل. ودخلت ادم كان قدم ماتش زي الخرا. ناصر ماهر ضيع كوره، وبعدين السبب في الجول الاولاني بتاع حسين شحات هو اللي مباص باص غلط. انت لو ما شفتش حل في موضوع المدرب دلوقتي ده انت خلاص بتسلم السيزون ده للاهلي وبيراميدز في الدوري، وربنا معاك بقى في الكونفدراليه ان شاء الله لو يعني ما حدش جه داس عليك. يعني كفيل لازم يمشي. لحد دلوقتي عندي علامه استفهام ايمن رمادي مشي ليه؟ ما عنديش ادنى فكره. الزمالك معاه سكواد حلو، محدش يضحك عليك يقول لك الزمالك معاه سكواد قليل وده على قد الامكانيات الموجوده. لا الزمالك معاه سكواد حلو، السكواد ده يقدر ينافس والسكواد ده يقدر يروح بيه بعيد. بس كده لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ويلا سلام.